صباح الخير او مساء يا جدعان، وفيديو جديد من كتاب أليكس فيرجسون. قبل نهائي موسكو دوري الابطال 2008 كان تقريبا معايا اسوأ ريكورد في ضربات الجزاء. خسرت مرتين في نص النهائي في ابردين، وماتش اوروبي تاني في ابردين برضو، وماتش كاس الاتحاد الانجليزي قصاد الارسنال، وماتش اوروبي كمان في موسكو. كل ده بضربات الجزاء، 6 خساير وفوز واحد بس. السياق بالنسبة لي كان مشؤوم طبعا، لكن تيفيز خد الكورة وراح سجلها في الشبكة في بداية ضربات الجزاء مع تشيلسي وفي وطن رومان أبراموفيتش. لكن أنا مع كل الذكريات دي اوعى تكون متوقع مني إن أكون متفائل. كل خيبات الأمل دي كانت بتدور في عقلي أول ما الماتش بدأ يروح للأشواط الإضافية. حتى بعد ما اليوم خلص تماما، بعد ما صد فاندر سار كرة أنيلكا وكسبنا البطولة، كنت بالعافية في اليوم التاني قادر اقوم من على الكرسي لاني ما كنتش مصدق اننا كسبنا. فضلت متجمد في مكاني لوقت كبير، في نفس الوقت اللي فضل فيه رونالدو نايم على ارض الملعب وبيعيط لانه ضيع ضربة الجزاء بتاعته. مدرب الحراس بتاعنا جمع لقطات فيديو كتير علشان يشوفها فاندر سار على الشاشة للطريقة اللي بيشوط بيها كل لاعيبة تشيلسي ضربات الجزاء. اتكلمنا عن ترتيب اللاعيبة اللي هتشوط وكان كلهم كويسين، ده غير رونالدو طبعا اللي كان بيسجل منها طول الموسم. بس خليني اقولك ان طريقة جيجز كانت الافضل، قوية، ارضية، قريبة من العارضة. هارجريفز شاطها في الزاوية بطريقة عظيمة. ناني كان محظوظ شوية لان الحارس كان ممكن جدا يصدها، لكنه لمسها بس. وشوطة كاريك كانت صريحة قوي. رونالدو بقى اتردد كتير قبل ما يشوط ووقف كتير. جون تيري احتاج بس انه يسجل ضربته علشان تشيلسي يكسب البطولة. في اللحظة دي كنت هادي تماما وقاعد بفكر هقول ايه للعيبة في اوضة اللبس. كنت عارف اني لازم اكون واخد بالي جدا من كلامي بعد الخسارة. قلت لنفسي انه مش من العدل اني اسحقهم بعد نهائي اوروبي، لانهم اشتغلوا بجد علشان نوصل لهنا، لان اللحظة دي حساسة جدا ليهم ولأي حد عموما في النادي. لما ضيع تيري ضربته دخلنا في اللحظة الحاسمة. اتفائلت سيكا، وكرة اندرسون قومت جماهيرنا تاني من مكانها، رجع الحماس ليهم، وضربات الجزاء كانت بتتلعب في الجزء اللي فيه جماهيرنا من الملعب، وده كان في مصلحتنا طبعا. النهائي ده ما كانش عادي ابدا. المنطقة الزمنية كانت اول شيء غريب، لان الماتش كان المفروض هيتلعب في الساعة 11 الا ربع بالليل. وانا فاكر كويس وقتها لما المطر غرقني وبوظ جزمتي، علشان كده انضميت للاولاد في الحفلة بعد الفوز وانا لابس كوتش رياضي، وده كان سبب لهزار كتير بيني وبين اللعيبة. كنت حاسس ان كان لازم اجيب جزمة احتياطي، لكن ما علينا. الوقت كان بين 4 أو 5 الفجر لما كنا قاعدين على الترابيزات في البوفيه. الاكل ما كانش افضل حاجة، لكن اللعيبة ادوا جيجز هدية جميلة لانه عدى رقم بوبي تشارلتون في عدد المشاركات مع النادي، وده كان ماتشه ال 759. الكل كان بيغني باسمه. الماتش نفسه كان مليان دراما بشكل مش طبيعي، وبين مستوى فريقنا العالي. تحس ان ويس براون كان بيلعب واحد من افضل ماتشاته مع اليونايتد، وعمل اسيست لرونالدو بعرضية ممتازة. في نص نهائي البطولة تشيلسي لعبوا بمايكل اسيان باك يمين. مايكل كان لاعب خط نص زي ما انت اكيد عارف، بالتالي فكرت لو بشكل ما الموضوع ده اتكرر قدامنا لازم رونالدو هيلعب على الناحية الشمال بتاعتنا بحيث يواجه اسيان. لو ترجع للجول اللي سجلناه هتلاقي ان رونالدو طار في الجو وتفوق طبعا على لاعب الوسط اللي بيلعب ظهير ده. الخطة نجحت، صعب قوي توقف رونالدو. تحريك رونالدو ناحية الشمال اداني فرصة للاعب تاني ناحية اليمين. اخترت هارجريفز، سريع وبيعمل عرضيات كويسة جدا، وهو كان كويس في دوره ده الصراحة. في نص الملعب بقى عندك بول سكولز وكاريك، لكن سكولزي اضطريت اخرجه بسبب ان مناخيره اتعورت وكان بينزف وما كانش عارف يتنفس كويس، لكني نزلت جيجز مكانه، وجيجزي عمل ماتش كويس. رغم التغيير الكبير في الثقافة في موسكو والفندق، لكن استعداداتنا للماتش كانت كويسة وكانت سلسة. في نص نهائي البطولة قدرنا نكسب برشلونة. في الأول تعادل 0-0 في الكامب نو، لكن بعدها كسبنا بجول وحيد في ملعبنا. جول سكولز كان عظيم، صعقة رهيبة من بعد 25 ياردة في أول 20 دقيقة.
ماتش الكامب نو كان كويس ولعبنا كويس زي ما كنا بنلعب في اوقات كتير في الفترة دي، كرة في العارضة وضيعنا ضربة جزاء، لكن شوية من لعيبة برشلونة بدأوا يرجعوا في الماتش واحنا رجعنا لورا. في ماتشات لازم تمشي فيها شوية وقت زي ما عملنا كده في نهاية 2009 ونهاية 2011. ده مش غباء تكتيكي زي ما البعض كان بيقول عليه وقتها، لا، دي الطريقة اللي هقدر بيها اقوي فلسفتنا في الفوز، او ده اللي انا كنت مقتنع بيه على الاقل. في الاولد ترافورد كان ممكن جدا نكسب بجوال اكتر بكتير من الكور المرتدة اللي لعبناها، لكن لما دخلوا هنري اتحاصرنا في منطقة الجزاء بتاعتنا، وحقيقي الموضوع كان مزعج جدا وانا واقف على خط التماس وقاعد ابص لساعتي. بعدها هتقدر تسمع تشجيع عظيم من كل جماهيرنا لاي حد بيخرج الكرة من بره منطقة الجزاء. هنري الحمد لله ضيع كرة سهلة جدا. بينا شخصية قوية يومها، الفريق اتحمل ضغط كبير وفضلنا مركزين. بعد الماتش قلت مش هينفع يكونوا ورود دبلانة هنا، لازم يكونوا رجالة، وبالفعل كانوا رجالة. في موسكو الوضع كان غير، بدأنا الماتش واحنا مسيطرين تماما، لعبنا كورتنا ولعبنا بسرعة وعملنا فرص وكان ممكن نتقدم 3 أو 4. افتكرت ان الماتش ممكن يخلص بمذبحة، لكن تشيلسي كانوا محظوظين قوي في الشوط الأول لحد ما جابوا التعادل في آخر الشوط. جول لامبرد ده عطلنا شوية. تشيلسي بدأوا بعدها يبقوا الأفضل ومسكوا كورة تقريبا 25 دقيقة من الشوط الثاني. جت شوط دروجبا في العارضة، ودي كانت إشارة ليا إن لازم أبدأ أفكر بسرعة في طريقة نرجع بيها للماتش. وديت روني ناحية اليمين وخليت هارجريفز يقرب للنص، وده كان سبب في إننا نرجع نسيطر على الماتش تاني. في الآخر أعتقد إننا كنا الأفضل. لما هتبقى في الملعب في نص الأحداث مش هتقدر تقرر هل الماتش اللي انت بتشوفه ده ممتع ولا لأ، لكن أعتقد إن الكل اتفق على إن الماتش كان سينمائي، واحد من أفضل النهايات الأوروبية. كان إحساس كويس إني أكون ضمن العرض ده اللي بين دورينا بالطريقة العظيمة دي. لازم أمنشن طبعا إسهامات إدوين فاندر سار في صد أكتر من كورة. لما كان أنيلكا بيجري ناحية منطقة الجزاء كنت بفكر نط ناحية الشمال، نط ناحية الشمال. إدوين كان كل مرة بيطير ناحية اليمين في اللا شيء، باستثناء الكرة اللي قبل الأخيرة إدوين راح ناحية الشمال. علشان كده لما وصل أنيلكا للكرة كان أول واحد من تشيلسي بيفكر يا الله يا ترى هيروح يمين ولا شمال. إدوين كان عمال يشاور ناحية الشمال علشان يشوش عليه. تمام، شوطة أنيلكا كانت سيئة لكن اختيار إدوين كان ذكي. جرانت كان كويس، قلقي كان دايما انه مش قوي كفاية علشان يقدر يسيطر على لعيبة تشيلسي وقتها. سلوكهم في النهائي كان سيء جدا على فكرة، متأخرين قوي في الخروج للشوط التاني، ماشيين ببطء واحد ورا التاني، وهم كمان داخلين بيضايقوا الحكم، وهم في طريقهم لأوضة اللبس كمان بيضايقوا الحكم. الفريق بيخرج كله متحد وبشكل كامل، مش واحد ورا التاني ونفضل مستنيين. الحكم حاول يتكلم ويقول لهم ان ما ينفعش كده ويخرجوا اسرع، لكنهم تجاهلوا ده. بين الشوطين لاعيبة تشيلسي حاولوا يستخدموا كل الخدع النفسية ضدنا. يمكن كل ده كان في دماغ الحكم لما طرد دروجبا. الطرد لدروجبا جه بعد ما اتخانق مع كارلوس تيفيز. فيديتش جري علشان يقف جنب زميله في الفريق، لكن دروجبا رفع ايده علشان يضرب وش فيديتش، ولو رفعت ايدك انت خلاص كده مش هيبقى عندك فرصة. فهمت ان الحكم سأل حكم الراية مين اللاعب اللي هاجم التاني الاول، وعلى طول دروجبا كان بره الملعب. في الوقت ده كنا رجعنا سيطرنا على الماتش، وطرد دروجبا ما كانش نقطة التحول. شوطة جيجز للأسف ما دخلتش، وعملنا فرص كتير قوي في الأشواط الإضافية وكان لازم نقتلهم. في رأيي تشيلسي لعبوا على التعادل وراهنوا على إنهم يفوزوا في ضربات الجزاء. رغم إنه اتطرد من أرض المعركة إلا إن دروجبا كان دايما خطير علينا، كان شاب قوي وعملاق، لكن الشيء اللي مميزه جدا كان موهبته الرهيبة في التسجيل. استغربت جدا لما ما لقيتوش في التشكيل قصادنا في ماتش اللي لعبناه في عهد كارلو أنشيلوتي في آخر أسابيعه. بدأ توريس الماتش لكن دروجبا دخل وسجل وخلى تشيلسي ترجع للماتش. من المميزين في تشيلسي وقتها برضو بيتر تشيك، كان رهيب. تعرف ان انا كان قدامي ان اجيبه لليونايتد لما كان سنه 19 سنة، لكني فوتت الفرصة واشتروه تشيلسي ب 8 مليون استرليني. جون تيري كمان كان دايما مؤثر جدا معاهم. اشلي كول دايما هتلاقيه بيعمل اضافة في الهجوم وكان نشيط جدا. فرانك لامبرد كان سهل جدا انك تعتمد عليه، وهو ساعات كان بيتجاهل دوره الدفاعي شوية،
لما كان في افضل فتراته مع النادي، لكنه دايما موجود علشان تشيلسي، ونادر انك تلاقيه غاب عن ماتش. ومع دروجبا هم دول كانوا الاساس، الخمسة دول اللي كان عندهم كل القوة في اوضة اللبس. الموسم ده لرونالدو ما كانش منطقي خالص، 42 جول للاعب جناح. اوقات لعب مهاجم صريح برضه، لكنه كان معظم الوقت جناح في منظومتنا. في كل ماتش كان ممكن يصنع لنفسه 3 فرص. تعرف انا مرة اتفرجت على ماتش ليه لريال مدريد وكان عامل ماتش مش طبيعي، تقريبا شاط 40 كرة على الجول، انت متخيل؟ نهائي موسكو كان سبب في راحتي، لاني دايما كنت بقول ان مانشستر يونايتد لازم هيحقق بطولات اوروبية، ودي كانت البطولة الثالثة لينا، وقربنا من بطولات ليفربول ال5، وكنت دايما في دماغي اننا هنعادل الرقم مع ليفربول، بس مع شوية وقت معقول، حتى بعد الخسارتين قصاد برشلونة في 2009 و2011. لكن لو كنا كسبنا نهائي واحد بس من دول كنا هنوصل لرقم البايرن وقتها واياكس، 4 بطولات. في لحظة الانتصار دي ما قدرتش الاقي اي ازازة شمبانيا في ملعب لوجينكي، وبعتنا الطاقم التدريبي بتاعنا لحانة يشتروا لنا اي ازازة واين يلاقوها. ما قدرتش حتى اقدم لك شمبانيا. اعتذرت لاندي روكسبرج اللي جه لاوضه اللبس علشان يبارك لنا. ايا كان ايه داخل الازازه دي رجناها جامد وعملنا فوضى كبيره في كل مكان. الكل كان بيحتفل بشكل هستيري. في اللحظات دي انت هتكون سعيد جدا وفخور بنفسك وبلاعيبتك وبكل اللي انت انجزته. كنت متغرق تماما بسبب المطر، واضطريت اغير اللبس ولبست بدلتي الرياضيه، وما كانش فيه اي اثر لابراموفيتش، ومش فاكر اني شفت اي لاعب من لعيبه تشيلسي. في نهائي 99 في برشلونه لما كسبنا البايرن، حصل ده في يوم عيد ميلاد المتوفي مات باسبي. يومها كنت بتمنى من ربنا انه يكون معانا، وان مات باسبي يكون بيبص علينا من فوق. انا مش بصدق قوي بالصدف، لكن في شيء اكيد وهو القدر. مات كان على حق، لان الكرة الانجليزية واجهت ليالي ساحرة وعظيمة في اوروبا. لما تبقى لسه محقق بطولة كبيرة زي الابطال لازم دايما تشتري لعيبة جديدة علشان تنعش الفريق وتحميه من الجمود. في الاسبوع اللي بعد نهائي موسكو كنا جبنا بيرباتوف لفريقنا. بيرباتوف كان هدف من اهدافنا قبل ما حتى يروح للسبيرز. كان عنده مميزات كتير ابن اللذينه، توازن كويس قوي، هادي بالكوره، شوتر عظيم، وكان وقتها في سن كويس جدا انه يجيلنا. ده غير انه طويل وده هيساعده كتير. حسيت اننا هنحتاج هدوء اكتر في التلت الاخير من الملعب، التلت الهجومي، لكن الموضوع خلص بخناقه مع دانيال ليفي مالك توتنهام، وده كان سبب في اننا بعد كده نبقى مترددين في اننا نرجع لتوتنهام في اي لاعب من عندهم. ودي كانت رحلتنا هناك بعد ما عرضنا لمايكل كاريك، ودي كانت تاني مرة نتناقش مع دانيال، واللي مش سهل خالص بالمناسبة. دايما عايز ياخد اكبر مبلغ ممكن منك، ودي مشكلة طبعا، لكن مش بالنسبة لناديه. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للجزء ده من الكتاب. لايك في ايدك وانت خارج، لان ده حقيقي بيفرق جدا. سلام.